خروجة العيد السنه دي من الزمالك، وليه الزمالك؟ عشان احسسك بقيمه ال10 وال15 وال20 جنيه، حرفيا هخليك تنزل ب100 جنيه وتعمل كل اللي نفسك فيه وتخرج وتوفر. اسعار مولعه والتحدي ده صعب قوي السنه دي، بس انت عامل لي فولو فلازم اروق عليك. اول حاجه هتعملها ببلاش انك تروح قصر عيشه فهمي، ولو مفتوح وقتها هتاخد صور رايقه قوي. حظك حلو لو بعد حصل. ما تخلص القصر دي اكتر حته بتبقى زحمه، ما تجيش هنا. وببلاش برضه هتقدر تركب السكوتر ده، وانا منزله كذا طريقه. لو عايز تخرج عيالك وتبسطهم وتبقى باقل التكاليف من غير ما تبوظ الميزانيه، تعال اقول لك ازاي تعملها. فمن اول 5 جنيه هتقدر توديهم حديقه الاسماك. والله ب5 جنيه بالظبط، وشكلها من جوه تحفه قوي فهيتبسط. اما حديقه العبور فدي ب20 جنيه وفيها قاعده رايقه على النيل، بس في كافيتيريا تحت اسعارها رمزيه يعني. حتى التمشيه في شوارع الزمالك جامده قوي سواء صبح او ليل، فهتتبسط. وطول ما انت ماشي هتلاقي ديكورات رايقه ومرايات تتصور فيها، وكل ده ببلاش، والحاجات دي مشهوره قوي والناس بتروح تتصور. ولو جوعت مني في نص الخروجه فمجمع المطاعم ده من 30 ل50 جنيه هتشبع. انا بالنسبه لي لو جعان قوي بحب اجيب السندوتش ده من صاج وشاورما. حرفيا لو انت جعان ده هيلكمك، ده اكبر سندوتش ب35 جنيه. ومن هنا سلايس بيتزا كبيره ب33 جنيه. اما لو مش فارق لك بادجت فممكن تروح تاكل في بافالو هتتبسط. نروح بقى على توت الشام عشان نشرب، معروفه كنا يبقى لازم نشرب بعدها. هناك هتقدر تشرب ليمون نعناع او فراوله ب10 جنيه، واغلى حاجه عندهم ب30 جنيه. جبت ميكس بيري وطلع حلو. قلت لكم رايقه في التمشيه سواء صبح او ليل. اما لو عايز تحلي وتوفر فعليك وعلى مونجيني او فرنج 30 جنيه هتعرف تجيب حلويات. المكان ده مكسر الدنيا هناك الفتره دي، فانا بحب من عندهم الفريسكا فبتبقى جامده بالذات الوايت شوك. طبعا ما اقدرش انسى الساقيه لان دي اروق وارخص قاعده على النيل، بس في قعدات ببلاش ممكن تقعدها. كده تبقى عرفت ازاي تخرج في الزمالك باقل من 100 جنيه وتبسط نفسك وتشبرق على نفسك بكل حاجه وتبسط نفسك بكل حاجه تقدر تعملها. كمان لو عايز تخرج وتبسط عيالك وتوفر فلوسك اعمل لي فولو.